السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو بسيط وسهل جدا جدا، بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايب، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضينا الفيديو بتاعنا. النهاردة هنعمل تتبيلة البانيه، عاملة لكم بطريقة بسيطة خالص وهشة وطرية وجميلة، بجد جميلة. هنجيب كيلو بانيه ونغسله كويس قوي بملح وليمون ونشطفه كويس عشان مبقاش فيه ريحة زفرة خالص. ونيجي بقى نتبل البانيه، هنحط له 2 علبة زبادي كبيرة نحطها له، ونحط له معلقة فلفل اسود. بصوا انا بتبله ببيضتين كمان، بس البيضتين دول بعد ما بطلعهم من التلاجة انا بسيبه ليلة كاملة في التتبيلة اللي هقولكوا عليها دي في التلاجة، وبعدها ما باجي اتبله بالبقسماط بقوم حاطه بيضتين. هكمل معاكم بقى المقادير. حطيت البيضتين وحطيت معاهم معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كاري، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر. ممكن تستبدلي البصل البودر والتوم بودر منك تحطيه عادي بصلة تضربيها في الكبة، بس أنا بحبه أكتر ما يبقاش فيه قطع بصل وكده، بعمله ببصل بودر وتوم بودر. وليمونة بقى كاملة ونقلبهم كويس مع بعضيهم، ندعكم كويس بالتتبيلة دي ونحطها ساعتين في التلاجة. أنا بفضل بحطها ليلة كاملة عشان يبقى طري خالص كده وجميل، وانت بعد ما تقليه يبقى طري وحلو. وبعد ما اطلعه احط عليه البيضتين قبل ما اعمله بالبقسماط على طول بيبقى افضل. البقسماط بقى بتاعنا جبت نص كيلو بقسماط، حطيت عليه معلقتين كبار دقيق، ومعلقة نشا، ومعلقة صغيرة كاري، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كمون بيدي ريحة جميلة قوي، ومعلقة صغيرة برضو بهارات فراخ تطعمه كده وتخلي ريحته حلو. ما يجي يتقلي يبقى ريحته جميلة وطعمه جميل، ونص معلقة ملح عشان اللي يبقى طعمه حلو. نقلب كل المكونات دي في بعضها، ونطلع بقى البقسماط من التلاجة، ونبدأ نطلعه واحدة واحدة نحطه في نطلع البانيه من التلاجة وواحدة واحدة نحطه في البقسماط. بصوا بقى البانيه بعد ما طلعته بشوكة كده عشان ما نقص ايدينا ولا نبهدل الدنيا، بشوكة ونحطه في البقسماط ونعمله. بس بقى انا حاطه البيض لسه دلوقتي بعد ما طلعته من التلاجة عملت عليه البيضتين بسنة فلفل اسمر بسيطة، دعكتهم فيها ورحت بقى مطلعه من التتبيلة حاطاه في البقسماط. نتك بقى عليه كده ونخليه يتعمل بالبقسماط جامد عشان ما يفكش منه وهو بيتقلي، وعمره ما يفك مادام حاطاه في الفريزر، عمره ما يفك. انا مش هقليه على طول، انا هعينه في الفريزر، بحب اعمله كده. يوم بقى ما عايزه تقليه وممكن اقليه في ساعتها برضه بيبقى جميل وهو مش هيفك عمره. بس انا بقوم جايبه الكيلو متبلاه كده وحطاه في طبق فويل وحطه في الفريزر. بعد ما تحطي البانيه في الطبق ما ينفعش تحطيه على بعضه هيلزق جامد. حطي كيس خزين افتحيه وحطيه فاصل بين الاتنين وتحطي عليه عشان ما يلزقش، اما تيجي تطلعيه تقليه يبقى فاكك معاكي وتعرفي تشيليه، متقعديش تفكي ده من ده ويتكسر منك. بص بقى ده شكله بعد ما عملناه بالبقسماط، جميل بجد ازاي، والقطعة ماسكة نفسها وجميلة. انا عملت الكيلو على طبقين كده عشان ميبقاش فوق بعضه قوي، وحتى بينهم الفواصل البلاستيك، وهكيسه بقى بكيس خزين واحطه في الفريزر، بيبقى بجد جميل جميل جميل. ما شاء الله جميل بجد.
يا رب يعجبكم إن شاء الله. جربوا بنفس الطريقة الخفيفة دي، خفيفة وبسيطة ومش مكلفة خالص. هترجعي من الشغل محتارة في عمايل الأكل، هتطلعي طبق البانيه وتعملي معاه شوية مكرونة وشوية سلطة. أسهل حاجة. بألف هنا وشفا يا رب. جربوه بالطريقة دي وهيعجبكم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.